المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية، نستهلها كالعادة بالعناوين. وفد إريتريا يشارك في مختلف الاجتماعات في نيويورك. اختتام منتدى القمح والذرة الشامية بجولة في مواقع التنمية. تنظيم سيمينار لسلامة الغذاء في غردات. إسرائيل تقصف بالدبابات منشآت عسكرية سورية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد قدرة بلاده في الردع. بايدن يعلن تسليم أوكرانيا دبابات أبرامز خلال أسبوع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شارك وفد إريتريا المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس سيد يماني جبرة في مختلف الاجتماعات التي عقدت في نيويورك، وأجرى لقاءات مع شخصيات مختلفة. وخاطب وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة يوم 21 من سبتمبر، والاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر قمة المستقبل، والاجتماع الوزاري للبلدان الأقل نموا، موضحا موقف إريتريا في مختلف القضايا. والتقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح يومي 21 و22 من سبتمبر بوزير خارجية روسيا البيضاء سيرجي إيلينك، ووزير خارجية مصر السيد سامح شكري، ووزير الخارجية السلطة الفلسطينية السيد رياض المالكي، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى مستشار الرئيس سيد يماني جبرة في 21 من سبتمبر بنائبي وزير خارجية سوريا السيد بسام الصباق، وبحث قضايا مماثلة. اختتم اليوم 22 من سبتمبر منتدى القمح والذرة الشامية الذي افتتح في 20 من سبتمبر تحت شعار جهود قوية لضمان إمدادات فعالة وآمنة لبذور القمح والذرة الشامية، بتنظيم زيارة لمواقع التنمية في مديريتي دبارة وأم حيلي في الإقليم الجنوبي، والأبحاث الزراعية في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية. قام المشاركون في المنتدى من وزارة الزراعة والمعهد الوطني للبحوث الزراعية وكلية حمل المال الزراعية وخبراء من دول ومنظمات ومؤسسات أخرى بزيارة قرى مأدو وعدي جودو وجزاء جوبو، بالإضافة إلى المعهد الوطني للبحوث الزراعية، وتفقدوا تنمية القمح والذرة الشامية للمزارعين والأعمال البحثية. وقال الزوار لوكالة إرنا أن المنتدى والمنتديات المماثلة ستشجع ووضع سياسات وتحسين أنشطة البحث والمكافحة وتوسيع وتطوير البرامج الزراعية وتبادل الخبرات وضمان تكافؤ الفرص للمزارعين معربين عن الارتياح بتنظيم ومحتوى المنتدى. ناقش المنتدى الوطني الأول للقمح والذرة الشامية الوضع الحالي والمستقبلي لإنتاج وأبحاث القمح والذرة الشامية وتكنولوجيا إنتاج بذور الذرة الشامية المهجنة وإدارة الطلب على المياه والمواد الخام لإنتاج القمح في إريتريا، والتنمية والمنسقة لقطع البذور والأنواع الرئيسية لآفات القمح والذرة الشامية، وأضاف بذور القمح المقاومة للجفاف، بالإضافة إلى 22 ورقة بحثية تركز على تجارب البلدان الأخرى. شارك في المنتدى متخصصون وخبراء من أوغندا وإثيوبيا وإيرلندا والكاميرون وكينيا وزامبيا وزيمبابوي والهند. عقد قسم خدمات الرقابة في إقليم القاشبركة سيمينار يومي 14 و15 لأكثر من 60 مزارعا في مديرية غردات حول سلامة وصحة الغذاء. ودعا مسؤول وحدة مراقبة الثروة الحيوانية في إقليم القاشبركة السيد سعر أبراهام المزارعين على فهم أهمية المحاضرة وتطبيقها لضمان سلامة الغذاء وصحة المجتمع. وأوضح خبير مراقبة لثروة النباتات السيد تسفى برهان جبرزجي آثار المبيدات الحشرية على التربة والغذاء، ونصح المزارعين بتوخي الحذر والتحلي بالمسؤولية في استخدام المبيدات الحشرية.
وحث خبير رقابة الثروة الحيوانية السيد مازي نقوسي على أن تكون الأعلاف المقدمة للماشية خالية من التلوث والتعفن وغلي وطهي الحليب واللحوم جيدا لضمان السلامة. وذكر مسؤول قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم الكاشبركة السيد حبوس قبر مريم أصحاب البساتين، ذكرهم على تطبيق الدروس المقدمة ونقل المعرفة المكتسبة إلى المجتمع، وحث المشاركون على إيجاد حل لمشكلة شجرة المسكيت المنتشرة. هذا وكانت سيمينارات مماثلة قد عقدت الشهر الماضي لمسؤولي الزراعة والتنمية الاقتصادية في مديريات موغولو وفورتو ساوا ولوغعان سبا وكركبة وغردات. أعلن مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد إبراهيم تخلو أن الجهود تبذل لحماية وتنمية الغطاء النباتي في الإقليم، وذكر إعداد أكثر من 2.3 مليون شتلة من 33 نوعا من الأشجار في 9 مشاتل هذا العام، وتمت زراعة 1.2 مليون شجرة وهي بحالة جيدة. وأوضح أن خريف هذه السنة شهد بناء وصيانة أكثر من 2000 كيلومتر من المدرجات الحوضية على مساحة 508 هكتارات عبر المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الاتحادات الوطنية وطلاب التنمية الصيفية والجيش. وقال إنه بالمقارنة مع عام 2022 لم يتم تنفيذ التشجير المجتمعي على مستوى القرية كما هو مخطط له، مشيدا بالأنشطة التي نفذتها المؤسسات والجيش. وحول العمل على مكافحة قطع الأشجار، أوضح تسيير العمل في 5 نقاط مراقبة وتفتيش للسيارات التي تحمل الحطب والفحم، وتسيير دوريات للحد من نقل الفحم والحطب بالدواب. وأفاد السيد إبراهيم أنه تم حماية ورعاية الأشجار المزروعة في نحو 350 هكتارا في مناطق مايدمنت وبيت قرقيس وقلعي، وقد نمت 85% من الأشجار المزروعة في الفترة من 2021 إلى 2023 جيدا. قيم مكتب التعليم في مديرية مصوع في 20 من سبتمبر العملية التعليمية في العام الدراسي 2022-2023. وأوضح مدير المدارس الأستاذ إسماعيل صالح في التقرير الذي قدمه إن أكثر من 8000 طالب 45% منهم طالبات التحقوا بجميع المراحل الدراسية العام الماضي. وأشار إلى أن معدل النجاح الإجمالي بلغ 85.8%، ومعدل المقاطعة 3.1%، ومعدل الرسوب 11.1%. وذكر أنه ارتفع نتائج الطلاب بنسبة 0.8% في المدارس الابتدائية و9% في المدارس المتوسطة مقارنة بالعام الماضي، لكنه انخفض بنسبة 2.8% في المدارس الثانوية، مشيرا إلى أن الزيادة هذا العام قد بلغت إلى 68.4%، تعد مشجعة مع الحاجة إلى بذل جهود قوية في المرحلة الثانوية. وأفاد التقرير المقدم بأن إهمال الطلاب وتدني الإشراف الأبوي وانخفاض خبرة المعلمين والظروف المعيشية وعوامل أخرى كانت من أسباب الرسوب. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن مشاركة الطلاب كانت جيدة. نظم سكان ضاحية قبقب في مدينة أفعبت مأدبة الغداء والترفيه لأعضاء الجيش الشعبي العاملين في أنشطة الحفاظ على المياه والتربة بشكل عام ومجرى قدر التحويلي خاصة. وفي حفل مصحوب بالفعاليات الفنية في 16 من سبتمبر، أوضح مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب أن حفل التكريم الذي تم تنظيمه يعبر عن فخر وامتنان الشعب بقوات الدفاع. وقال قائد اللواء الناشط في التنمية في الضاحية محمد نور محمد إن العمل جزء من واجبهم الوطني، مشيدا بالتنسيق بين الشعب والجيش والإدارة والمهنيين الزراعيين. وحث رئيس مجلس إقليم شمال البحر الأحمر السيد إبراهيم علي الشيخ على الدفع قدما ببرامج التنمية لكونها تعزز الإنتاج والإنتاجية.
وسيقوم مجرى قيد الإنشاء سيقدم بإسهام إيجابي في الحياة المعيشية للسكان، لأنه سيحول الأنشطة الزراعية في المنطقة إلى الري. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قصفت دبابات إسرائيلية موقعين داخل ما وصفها الجيش بمنطقة منزوعة السلاح في سوريا، زاعما أن الموقعين انتهكا اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرم منذ نصف قرن بين البلدين. الموقعان ويستخدمهما الجيش السوري يعتبران وفقا للجيش الإسرائيلي انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار التي أبرمت عام 1974. وفي سوريا، ذكرت إذاعة الشام الموالية للحكومة أن الجيش الإسرائيلي قصف منطقة على حافة مرتفعات الجولان في قرية حضر، وأضافت أنه لم يسقط ضحايا. والخميس أيضا نقلت وسائل إعلام سورية قيام طائرات مسيرة إسرائيلية باستهداف شخصين على دراجة نارية في العاصمة السورية دمشق. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن القوات المسلحة الإيرانية حققت قدرة الردع، وأن الحرب لم تعد ضمن خيارات العدو على حد تعبيره. وخلال عرض عسكري في طهران بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، قال رئيسي أن حضور القوات الأجنبية في المنطقة مقلق لدولها، وهو أكبر مشكلة بالمنطقة. من جهة أخرى، وصف فيه الرئيسي قال بدء العراق بنزع سلاح جماعات كردية معارضة بالخطوة الإيجابية، مؤكدا أنه لا يحق لأي جماعات انفصالية العمل على الحدود مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية العسكرية لأوكرانيا. وأوضح بايدن أن الحزمة الجديدة تعزز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن واشنطن ستبدأ تسليم أولى دبابات أبرامز التي تعرف بأبرامز M1 وذلك لكييف الأسبوع المقبل. وخلال استقباله زيلينسكي للمرة الثانية في البيت الأبيض منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير العام الماضي، وردا على سؤال صحفي حول ما إذا سيصادق الكونغرس على حزمة المساعدات الجديدة، قال الرئيس الأمريكي إنه لا بديل لإقرار الكونغرس المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، وذلك بعد ما هدد مشرعون جمهوريون بعرقلة إقرار الحزمة الجديدة. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن قرار استخدام دبابات أبرامز التي ستسلمها بلاده لأوكرانيا يعود إلى السلطات الأوكرانية. ختاما لنشرة هذه الفترة، إليكم أبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في مختلف الاجتماعات في نيويورك. اختتام منتدى القمح والذرة الشامية بجولة في مواقع التنمية. تنظيم سيمينار لسلامة الغذاء في غردات. إسرائيل تقصف بالدبابات منشآت عسكرية سورية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد قدرة بلاده في الردع. وبايدن يعلن تسليم أوكرانيا دبابات أبرامز خلال الأسبوع. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.